أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي. قصة اليوم قصة السفاح الوحش اللي تخبى وسط الناس. هاد القصة حقيقية وقعت في المغرب بين 2001 و 2004 وخلقت صدمة كبيرة في البلاد، خصوصا وأنها وقعت في واحد المدينة صغيرة وهادئة واللي ما كانش شي واحد كيتوقع أنها غادي تعيش على إيقاع جرائم مرعبة بهذا الشكل. المجرم كان واحد الراجل بسيط وعادي خدام في واحد الحمام بلدي، كيدوز نهارو كيضحك ويبسط مع الناس، كيبان إنسان عادي، ولكن في الواقع كان واحد الوحش اللي كيتربص الأطفال الأبرياء وكيصطادهم بلا رحمة. إمتى بدات القصة؟ بدات ملي الناس بداو كيلاحظوا أن بعض الأطفال، يعني الولاد المتشردين، كيغبروا وبلا أثار. هاد الأطفال كانوا كيعيشوا في ظروف صعيبة، البعض منهم كان يتيم والبعض الآخر كان هارب من مشاكل اللي في دارهم، وكانوا كيباتوا في الزنقة ولا في الأماكن المهجورة بحكم أنهم بلا عائلة تسول عليهم، وما كانوش الناس كيعطيو أهمية بزاف لاختفائهم، وحتى السلطات ما كانش كتشك أنها جريمة. في الأول كانوا كيظنوا أن الأطفال غير بدلوا المدينة أو مشاو لشي بلاصة أخرى، ولكن مع مرور الوقت بدات كتبان الجثات في حالات بشعة. كانوا كيلقاو هاد الجثات مدفونة بطرق عشوائية في أطراف المدينة، واللي زاد الرعب هو أن الضحايا كانوا كاملين أطفال ذكور بين 10 و 15 عام، وكانت علامة العنف والتعذيب على الجثث ديالهم. وفي هذه الحالة دخلات المدينة في حالة خوف ورعب، والناس ولاو خايفين على ولادهم، وانتشر الرعب في المدينة، والبوليس دخل على الخط وبدا كيحاول يفهم اش واقع. في الاول كانوا كيشكوا في بعض المتشردين اللي كيعيشوا في الزنقة، ولكن التحقيقات ما وصلت لوالو، وكل مرة كيبان ولد مقتول، وتزاد الضغط على المحققين، والناس بداو كيطالبوا بالقبض على هاد السفاح قبل ما يكون الضحية الجاي شي ولد من ولادهم. والبوليس بداو كيديروا بحث مكثف وركزوا على الأماكن اللي كانوا كيلقاو فيها الضحايا. واحد النهار وفي واحد المنطقة اللي لقاو البوليس فيها أكثر من جثة، البوليس قرروا يراقبوا الأوضاع عن قرب، كانوا باغين يشوفوا شكون اللي كيتردد على ديك البلاصة بزاف. وهنا بدات الخيوط كتوضح، حيت لاحظوا أن واحد الراجل كيتصرف بطريقة غريبة، وهذا الراجل كيبان أنه كيراقب البلاصة، وهذا الشيء خلى البوليس يشك فيه، وبداو كيبحثوا من وراه على معلومات تقربهم وتعرفهم عليه، ووصلوا لأنه راجل خدام في حمام بلدي وعايش بوحده وما عندوش عائلة قريبة منه. البوليس قرروا يجيبوه للتحقيق، وملي بداو كيسولوه بدا كيتهرب من الأجوبة وكيراوغ، وهذا الشيء زاد الشكوك عليه.
من بعد قرروا البوليس يفتشوا الدار ديالو، وهنا كانت المصيبة. في الدار ديالو لقاو بزاف ديال الأدلة كتأكد أنه هو مول الفعلة. لقاو حوايج ديال الولاد الصغار وبعض الأغراض الشخصية ديال الضحايا، وزيادة على هاد الشي لقاو شي أدوات كان كيستخدمها في التعذيب. كان واضح أنه هو السفاح اللي المدينة كاملة كتقلب عليه. ملي واجهوه بالأدلة في الأول نكر، ولكن ملي البوليس زيروه وضغطوا عليه عرف أنه تفضح وما عليه إلا يعترف، وبدا كيعترف ولكن ببرودة الدم، بحال ما داير والو، كيعاود بحال داكشي عادي. قال البوليس أنه كان كيستهدف الأطفال، يعني الولاد اللي ما عندهم حد يسول عليهم، وكان كيجيبهم وكيستدرجهم بطريقة ماكرة. مرة كيغريهم بالفلوس، ومرة كيستعمل معهم الحيلة، وكيطلب منهم يجيبوا ليه شي حاجة، وملي كيجيو عنده كيشدهم وكيديهم للبلاصة المهجورة. والشي اللي كيخلع كتر هو الطريقة باش كان كيقتلهم. كان كيعذبهم بوحشية اللي حتى البوليس تصدموا منها، لدرجة أن بعض المحققين قالوا أن هذه القضية من أكثر القضايا غرابة ورهبة اللي شافوها في حياتهم، لأن المجرم ما كانش كيبان عليه شي حاجة خايبة، وكان كيتصرف بطريقة عادية في المجتمع، ولكن هو في الحقيقة كان مجرم خطير. من بعد محاكمة طويلة القاضي حكم عليه بالإعدام، ولكن المغرب عنده تنفيذ الإعدام موقف، وهكا تحكم عليه بالحبس مدى الحياة. هاد القضية بقات من أشهر الجرائم في المغرب، وكانت درس كيقول أن المجرمين الخطيرين ما كيكونوش بالضرورة باين عليهم الإجرام. هاد السفاح كان واحد من أخطر المجرمين اللي عرفهم المغرب، وبقات قضيته عبرة لكل واحد كيظن أن الخطر كيجي غير من الناس اللي كيبان عليهم الشر. في بعض الأحيان الوحش الحقيقي كيكون مخبي وسط الناس بوجه عادي ما كيشك فيه حتى واحد، يعني فوق مستوى الشبهات. وهذه هي قصة اليوم، وكنظن أنها سالات، ونخليكم في راحة الله، ونتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله.